ازيكم عاملين ايه؟ كتير منكم بيشتكي من الهالات السوداء ومن الغمقان اللي بيكون حوالين الشفايف، وانا هقول لكم السبب بتاع ده والسبب بتاع ده وحل واحد للاتنين هيريحك ويجيب من الاخر. طبعا بالنسبه للهالات السوداء الكلام المتعارف عليه ان هي بتيجي اما وراثه، اما عشان انت ما بتناميش بدري، او ان انت بتنامي بدري بس ما بتاخديش القسط الكافي من الراحه، مش بتنامي عدد الساعات المفروض ان جسمك محتاجها، او ان انت ما بتستخدميش كريمات للعين. وبالنسبة للغمقان اللي حوالين الفم، طبعا كل الناس بتقول بسبب الجفاف، ان انت مش بترطبي المكان ده كويس، او انت بتستخدمي معجون السنان وبيخرج منك بره الفم فبيؤدي الى اسوداد المنطقة دي. انا بقى جايبالك سبب جديد خالص لده ولده، الاتنين طلعوا ليهم سبب واحد. انا كنت بعاني من هالات سودة شديدة جدا، يعني انا لو كنت نزلت في يوم من غير مكياج كان بيبقى وشي شاحب قوي، الهالات اكني ما نمتش بقالي شهرين، وكمان كان في غمقان حوالين الفم، والاتنين لقيت لهم سبب واحد وعلاج واحد. اول حاجه عشان تعرفي الهالات السوداء بتاعتك دي ممكن انها تتعالج او لا، هتيجي هنا عند الهالات وهتشديها لتحت. لو لقيتي ان في عروق بانت فدي حاجه في جسمك مش هتتغير مهما استخدمت لها، او لو انت عملتي كده وما لقيتيش العروق دي اعرفي ان الهالات السوداء دي عباره عن تصبغات جلديه، والتصبغات دي ليها علاج باذن الله. طيب عملنا الاختبار ده وطلعت ان هي تصبغات عادي. التصبغات دي بقى بتيجي منين؟ طبعا الى جانب كل الحاجات اللي انا قلتها لكم، السبب الرئيسي لأشعة الشمس وللحرارة. لو انت بتنزلي في الشمس من غير ما تحطي كريم للشمس، لا هتلاقي ان المنطقة دي ابتدت انها تسود معاكي وهتلاقي هالات سودا كتير جدا. لو انت بتنزلي في الشمس من غير ما تلبسي نظارة شمس هتلاقي هالات سودا جامدة جدا. لو انت قاعدة في البيت وما بتحطيش كريم شمس برضو هيجيلك هالات سودا، وممكن المنطقة دي تسود، وممكن كمان كفوف ايديكي تسود. هتقولي لي طب انا قاعدة في البيت، هي فين الشمس؟ من الحرارة. درجة الحرارة العالية كفيلة انها تغمق لك بشرتك. لو انت ست بيت واقفة قدام الفرن بتاعك او قدام البوتاجاز وبتعملي اكلك، الحرارة دي كلها طالعة على بشرتك، هتعمل لك هالات سودا، هتعمل لك غمقان حوالين الفم، وهتغمق لك كمان بشرة ايدك. طب ايه الحل؟ الحل اولا ان انت لازم تستخدمي كريم شمس كل يوم، صيف شتاء تستخدمي كريم شمس، سواء خارجة سواء قاعدة في بيتك تستخدمي كريم شمس. تلقائي اول ما بصحى بدخل الحمام بغسل وشي وبتوضى اطلع احط كريم الشمس على طول، حتى لو انا مش نازله، علشان كفايه الحر بتاع المطبخ والحراره اللي بيطلعها لي الفرن والبوتاجاز، دول كفيلين ان هم بيغمقوا لي تحت عيني وحوالين منطقه الفم. دي اول حاجه. يبقى اول حاجه هنحط كريم شمس، وهقول لكم النوع اللي انا بستخدمه. تاني حاجه لازم كل يوم مرتين على الاقل تستخدمي كريم للعين. تحطي الكريم تحت عينك كده وتبداي ان انت تدلكيه لبره بالراحه خالص، ما تقعديش تفركي، الفرك ده بيخلي الزياده بتاعه العلامات السوداء بتاعه الهالات تزيد. لازم بالطبطبه بالراحه خالص من جوه لبره. كريم العين بتستخدميه على الاقل مرتين في اليوم، يبقى مره في اول اليوم ومره في اخر اليوم. وخلي بالك عشان في كريمات للعين بتحتوي على فيتامين سي، لو حطيتيها بالنهار وطلعتي بيها في الشمس من غير كريم شمس هتجيب لك هالات سودا. ما تقوليش انا حاطه كريم عين وحاميه عيني، لا 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 لا، كريم العين اللي فيه فيتامين سي على طول تلقائي فيتامين سي مع الشمس بيعمل اسودات، مش هيفتح لك، مش هيشيل الهالات السوداء خالص. لو ضروري انك تحطي اللي فيه فيتامين سي اما تحطيه بالليل قبل ما تنامي، او لازم تحطي عليه واقي من الشمس. تمام. وبرده هقول لكم ايه هي الحاجات بتاعه كريمات العين اللي انا استخدمتها وايه احسنهم وايه اسوأ. طب ده بالنسبه للهالات السوداء. طب والغمقان بقى اللي حوالين الفم؟ طبعا احنا قلنا ما نستخدمش المعجون ونطلع الصابون بتاعه لبره. لو هتستخدمي المعجون الصبح اول ما تصحي تغسلي اسنانك الاول بعدين تغسلي وشك بعدها مش العكس. تاني حاجة كريم الشمس لازم كل يوم، لان زي ما قلت لكم مجرد حرارة البيت هتعمل لك الغمقان ده. تالت حاجة الترطيب كويس جدا لبشرتك. تعالوا بقى دلوقتي نشوف المنتجات اللي انا استخدمتها وبرشح لكم ايه منها. بالنسبة لكريم الشمس اللي انا بستخدمه هو من بوبانا. الكريم ده جل، سان سكرين جل. انا بشرتي في الصيف بتكون يعني دهنية فوق الوصف، في الشتاء بتكون جافة، ففي الصيف بنطر عرق على طول. الكريم ده جل فملمسه خفيف جدا وبيتشرب بسرعة، مش بيعرق جامد زي باقي الكريمات التانية، وكمان مش بيسيب طبقة بيضة على الوش للناس اللي ما بتحبش اختلاف الألوان. وهو مش بيعمل زي طبقة كريم أساس، لا هو شفاف خالص، بمجرد ما بتحطيه ثواني وبيكون اتشرب. الكريم ده بحطه كل يوم الصبح.
لو أنا لسه قاعدة في البيت في الوقت بتاع قبل العصر وهاتوضّى وهاستخدم المَيّة باحطه مرّة تانية. في الشارع لازم تغيّريه كل ساعتين، يعني لو عدّى عليكِ ساعتين لازم تجدديه مرّة تانية. نيجي بقى لكريمات العين اللي أنا استخدمتهم بالترتيب كده. أول حاجة ده كان من لوريال أهو خلصان، في نقطة بس صغيّرة. الكريم ده كان أول كريم أجيبه، كان قبل المقاطعة طبعًا. أول ما جيت إن أنا أستخدمه كان بيسبب حرقان شوية تحت العين، بس مع الاستمرار الحرقان ده راح، وكان التأثير بتاعه مجرد إنه مرطب، لكن ما كانش بيضيّع لي الهالات السودا. بس كان بالنسبة للترطيب إن هو بيدّي رونق شوية، كان بيدّي رونق، لكن إن الهالات تضيع معاه ما ضاعتش. بعديه على طول جبت الكريم ده من ستارفيل. الكريم ده كان أفضل من لوريال بكتير. جرّبته وجبت منه كذا مرّة لغاية أمّا اتعودت عليه، فحبيت إن أنا يعني أغيّره، فجبت نوع تالت اللي هو ده ألترا فير. الكريم ده طلع بيرطّب، طلع بيقضي على الهالات السودا، بس مش أحسن من ستارفل. يعني أنا بالنسبة لي لمّا هاجي أقرر تاني إني أشتري جديد، هاشتري ستارفل، مش هاشتري حاجة تانية غيره. عبوته كبيرة، سعره مناسب، بيفضل معاكِ وقت طويل، ريحته حلوة، بيساعد كتير جدًا على الترطيب والقضاء على الهالات. لكن لوريال مش هانصح حد أبدًا إن هو يجيبه. ألترا فير بالنسبة لسعره فهو مناسب، يعني للناس اللي عايزة حاجة سعرها حنين، فألترا فير كويس، بس مش هيضيّع الهالات السودا بنسبة 100% إلا لو استخدمتيه على المدى الطويل. دي تاني عبوة أنا أستخدمها، بس برضه أنا ما استريحتلوش 100% زي ستارفل. فستارفل دوّة number one بالنسبة لي، وأنصحكم كلكم إن أنتم لو عايزين تشتروا كريم عين تشتروه. يبقى الخلاصة بتاعة اللَك الكتير بتاع الفيديو، هنعمل إيه؟ لازم كريم الشمس أول ما تصحي من النوم حتى لو قاعدة في البيت، صيف، شتا، تحطي كريم شمس. تاني حاجة الترطيب كويس جدًا للمنطقة بتاعة حول الفم. منطقة تحت العين لازم تلبسي نضارة شمس وأنتِ خارجة، ولازم لو تقدري تلبسي كاب علشان تغطي الوش كله، يبقى عليه كده طبقة حامية من الشمس يكون أفضل. طبعًا كريم الشمس أساسي معانا. كمان إن أنتِ لازم تحطي كريم للعين كل يوم على الأقل مرتين. لو كريم العين بتاعِك هتلاقي فيه فيتامين سي، ما تستخدميهوش بالنهار مع الشمس من غير كريم شمس، علشان ما يعملش نتيجة سلبية ويغمقِك زيادة. طول ما أنتِ في البيت لو بتتعرضي للحرارة لازم كريم شمس معاكِ، علشان هيحميكِ من حرارة البوتاجاز أو حرارة الجو عمومًا، مش شرط إن أنتِ تكوني موجودة في شمس. لو التزمتِ بالحاجات اللي أنا قُلتها دي، هتلاقي إن الهالات خفِّت بنسبة كبيرة جدًا، وهتلاقي الغمقان اللي حوالين الفم انتهى تمامًا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو في كل مكان علشان يوصل لأكبر عدد من البنات، سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم مني كل جديد أول بأول. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.